كيف حتى تقدر تجيب اول كليون ليك كفيديو اديتور. في فيديو اليوم راح نتعلموا سيستم اللي انا مجربه شخصيا وقدرت ندير به نتائج مليحه، وين قدرت ناتراكتي دي كليون اللي عندهم ملايين لي زابوني، ولا حتى منظمات كيما باور اسبور ومواقع كيما اي جي ان اللي يديروا كونتنت في اليوتيوب. ونعرفوا ثاني اهم سبب مخليك ما تقدرش تجيب اول كليون ليك، واللي يعتبر غلطه معظم لي زيديتور قاعدين يديروا فيها. بزاف منكم يديروا غلطه كبيره واللي هي يبعثوا لو كواليتي ايميل لليوتيوبرز اللي حابين يخدموا لهم، وللاسف يبعثوا مئات لي زيميل وما يريبوندي عليهم حتى واحد. خصنا نفهموا باللي هادو اليوتيوبرز والكونتنت كرييتور يوصلوهم الاف لي زيميل تاع فيديو اديتورز، ماكش وحدك في السوق. دونك خصك تعرف كيف تبريزونتي روحك باه اتليست يرد عليك ويشوف حتى الايميل تاعك. وهذا واش راح نديروا في فيديو اليوم. خلينا نبدا. اول حاجه خصنا نعرفوا الفئه اللي حابين نستهدفوها، سواء المجال ولا نوعيه الفيديوهات. يعني مثلا كي نقولوا المجال تقدر انت تستهدف اللي يديروا توكين هاد فيديوز كيما اللي قاعد ندير فيه حاليا، ولا حتى فاينانس كونتنت جيمنج فلوجز. دونك هنا نخيروا النيش اللي حابينه، وثاني نخيروا التيب تاع لي فيديو اللي حابين نخدموا معاهم، سواء كانوا لونغ فورم تاع يوتيوب ولا شورت فورم كونتنت كيما ريلز وتيك توك. بيان سور كو اي فيديو اديتور راح يقدر يخدم سواء لونغ فورم ولا شورت فورم. اهم حاجه هي تخير النيش اللي حاب تبدا فيه، وكيف تقدر تخير النيش والتيب تاع لي فيديو اللي حاب تمونطيهم للناس. هذه شوف انت واش موالف تتبع بزاف، ادخل يوتيوب تاعك شوف واش اكثر نوعيه تاع لي فيديو يخرجوا لك جينيرالمون، وين تضيع وقتك بزاف سواء في تيك توك سواء في يوتيوب. دونك هذه ترجع لقراراتك الشخصيه والتفضيلات تاعك. وعلى قاعد نقول لك هكذا جيت تخير المجال اللي انت موالف تفرجوا بزاف وتضيع فيه وقت كبير، راح تقدر تبدع فيه في المونتاج. انا شخصيا نميل اكثر للفيديوهات تاع اليوتيوب على الفيديوهات القصيره. دونك حتلقاني نعرف نخدم سواء الجيمنج سواء توكين هاد فيديوز اكثر على الشورت فورم كونتنت. وهنا نجيو للنقطه الثانيه واللي هي باه نقدروا نلقاو اول كليون لازمنا اول حاجه نبنيو صوره شابه لينا. وهنا نركزوا بزاف على الصوره اللي انت تمدها في السوشيال ميديا، سواء من الفوتو بروفيل اللي حاطها في الانستغرام وتويتر تاعك للبايو. الا كنت حاط الفوتو بروفيل تاع ميسي ولا رونالدو ولا كاش انيم ولا ما باليش، فريمون ما راحش تبان بروفيسيونال. تزيد دير في بالك باللي قليل اللي حيشوفك هكذا سيريو. ثاني لازمنا نعرفوا نكتبوا بايو شباب، نعرفوا على رواحنا واش لي سيرفيس اللي نقدموهم. وحتى الفوتو بروفيل اللي حاطها في الجيميل والجيميل تاعك في حد ذاته، الا كنت حاط ايميل عشوائي هكذا حيكون يبان سبام. دونك خاصك دير ايميل بروفيسيونال وفوتو بروفيل بروفيسيونال ثاني تبان فيها بيان، من ناحيه نوعيه لي بوست ولي ستوري اللي تبوستيهم. الا كنت حاب تخدم كري كونت بروفيسيونال ليك ودير كونت شخصي ليك. انا هكذا داير عندي كونت شخصي اللي واحد ما يعرفه تقريبا، والكونت بروفيسيونال تاعي اللي الناس كامل تعرفه جينيرالمون. الكونت بروفيسيونال تاعي ما راح تشوفني نبارطاجي حوايج سياسيه ولا اراء شخصيه تاعي. بيان سور جينيرالمون راح تلقاني بوستي بزاف على الخدمه تاعي برك. وبلا ما ننسى اهميه تاع تكري سيت بريزونتي فيه البورتفوليو تاعك. انا حاليا قاعد نبني في السيت تاعي تاع لونجلي تقريبا راه واجد، تاع العربيه واجد 100%. باه نوريكم الاهميه تاع السيت. نهار كرييت السيت وجدته بالعربيه تقدروا تقولوا بسببه وليت ندخل الضعف تاع واش كنت ندخل قبله. ودير في بالك ما تحتاج تتعلم بروغراماسيون ولا باه تدير حاليا سيت. كاين بزاف لي سيت حاليا اللي تقدر بابونمون برك تبني سيت تاعك الاز بكل سهوله. انا تاعي بنيته في 3 سوايع تقريبا، ما داش وقت كبير. في السيت هذا راح نبريزونطيو رواحنا واش نقدروا نمدوا، تعريف خفيف على رواحنا. ثاني الا كنت خدمت مع دي كليون من قبل تقدر تحط فيهم لي كليون هادو. ثاني تبريزونطي لي فيديو اللي راك خادمهم ديجا في السيت. وهذا الشيء ثاني نحطوه في السوشيال ميديا. كنت تدخل تويتر تاعي تلقى لي كليون في البايو اللي كنت خادم معاهم من قبل. ثاني نبارطاجي الخدمه تاعي في تويتر بزاف انايا، ومن في الانستغرام جابت لي بزاف خدمه هذا الشيء. مي درك بزاف يقولوا لي شوقي احنا مازلنا ما خدمناش. واش هما الخدمه اللي راح نبريزونتيها اصلا؟ اصبر خويا العزيز اني جايك. في الاستراتيجي اللي راح نبروبوزيها لكم اليوم راح نطارغيتيو يوتيوبرز معينين باه نخدموا معاهم. نحتاجك تشوف يوتيوبرز اللي موالف تتبعهم سواء كانوا كبار ولا صغار. انا نقترح عليك تبدا بالرينج اللي عندهم 5000 ابوني حتى 100000 ابوني، سيرتو كنت مازلت ما بديت حتى خدمه في حياتك. نحتاجك دير ليسته تاع يوتيوبرز، نقولوا 10 من اليوتيوبرز اللي حاب تارغيتيهم. تكتب لي السيرفيس تاعك والمونتاج تاعك حيقدر يفيدهم. ديري شارجي لي فيديو تاعهم سواء كانوا فودز في تويتش ولا حتى مونتاج بالك سمبولي دايرو في اليوتيوب. ديري شارجيه وعاود دير له مونتاج بالستيل تاعك. وكيف تقدر تلقى هادو اليوتيوبرز؟ جيست تدخل للباج تاع يوتيوب تاعك، شوف الريكومنديشن واش مبروبوزي لك اليوتيوب. ثاني دخل في الفولوينغ ليست تاعك اللي في اليوتيوب، حتلقى اليوتيوبرز اللي موالف تتبعهم نتايا. بيان سور ما ننصحش انك تروح مثلا يوتيوبر عنده فوق ال 100000 ابوني، بيسك جينيرالمون حتلقى ديجا عنده ايديتور، حتلقى المونتاج تاعو بيان سور صافا مقبول. دونك تارغيتي تحت ال 100000 باه تقدر تنجح خير، سيرتو في البدايه تاعك. وتقدر ثاني بيان سور دير شويه لي ريشيرش تاعك في تويتر، جيست تكتب في البار تاع لا ريشيرش اي نيد فيديو اديتور ولا محتاج فيديو اديتور،
حيخرج لك بزاف الناس اللي مبارطاجيين باللي يحتاجوا فيديو اديتور، هادو نحتاجك تكونتاكتيهم كامل قد ما تقدر، وحنفهمك كيفاش تبريزونتي روحك في الميساج. ثاني تقدر تلقى خدمه من الديسكورد، جيست جويني لي جروب اللي اوفريو فيديو اديت اليوتيوبرز، حتقدر تلقى خدمه ثم بزاف. لا استراتيجي هذه ناجحه. ودرك نجيو لاهم نقطه تقدروا تقولوا كيف حتى نقدروا نكونتاكتيو هاد الكونتنت كرييترز ونخليوهم يردوا علينا. هاد المرحله خصك تتميز، خصك تتعب شويه بزاف. النقطه هذه ما يديروهاش الناس ولا يعجزوا، مالغري حتفرق معاك بالبزاف. سيرتو جيست تلقى الكليون الاول تاعك اللي حيكون مرحله الانطلاق تاعك في الدومين. هنا بعد ما دير ليسته تاع يوتيوبر صحاب التارجيتيهم اللي نفترض انه السيد دير لي لايف في التويتش ويهبطهم في اليوتيوب، نحتاجك تيليشارجي مورسو من اللايف تاعو، حطه في البريمير برو ودير له مونتاج بالستيل تاعك، حط سابتايتلز، حط فيديو ايفكت، ساوند ايفكت، موسيقى، ريقل السيد قد ما تقدر. مالغري ماكش تدخل في الدراهم، بصح راك دير فيه نقطه بزاف مهمه، لانه بعد ما تكمل الخدمه تاع الفيديو هذا راح تبارطاجيه في السوشيال ميديا. طاقي السيد، ابعث له في تويتر، ابعث له الفيديو اللي خدمته له، زيد روح له للايميل، ابعث له ايميل مريقل. تقدر تكتب ايميل اسطوري غير بشات جي بي تي، حط اللين تاع الفيديو اللي خدمته له، السامبل هذا اللي خدمته له، ونأكد لكم باللي لا استراتيجي هذه خدمت بها ديجا. من 10 لي زيميل بعدتهم ريبونداو لي 4 من الناس، ومن الربعه هادو خدمت مع 3. دونك تقدروا تقولوا حاجه مليحه بزاف. خصنا نفهموا باللي كي دير له اكزامبل من خدمتك راح توري له شحال انت سيريو، شحال فاهم الدومين هذا وفاهم المونتاج وفاهم واش يحتاج السيد اكزاكتومون. بس كيما قلت لكم في البدايه، هادو اليوتيوبرز والكونتنت كرييترز يوصلوهم الاف لي ميساج في اليوم على جال الفيديو ايديت. نعاود نقولها، ما راكش وحدك في السوق. دونك جينيرالمون حتلقى تاعهم الدي امز والايميل معمر بالناس. دونك هو كيجي يقرا الايميل تاعو يقدر يعطيك حتى 5 ثواني برك ويسكيبي الايميل تاعك. كي تعرف تكتب له ايميل مليح وتعطي له الخدمه تاعك ديجا ومطاقيه في تويتر، دير في بالك باللي الطاق يعاونك بالبزاف. كي طاقيه يقدر حتى يدير لك جام في البوست تاعك يخرجوا للناس اللي مفولوينو، وهكذا تقدر تجيب دي كليون خلاف. الخطوه هذه اللي قاعد ديرها تاع تخدم دي فيديو باطل للناس حتخليه يفهم باللي انت انسان سيريو كما قلت لكم، حتخليه تسيف عليه انه يهايريك وتخدم معاه. حنعطيكم مثال قريب درت، ما عنديش بزاف من اللي درته. حكمت بودكاست تاع واحد السيد، كليبيت واحد اللقطات هكذا معينين من الفيديو هذه ورديتهم فيديو تاع شورت فورم كونتنت، زدت له سابتايتلز بالستيل تاعو والبراند تاعو بالكولور تاعو وكل شيء، بلا ما ننسى الساوند تراك والموسيقى اللي زدتهم، خليت الفيديو يبان بيان بالبزاف. بعثت له الايميل، كونتاكتاني في الانستغرام، وقدرت نخدم معاه 3 شهور ب $3000 غير بالشورت فورم كونتنت. على بالي درك تجيني بزاف الفئه اللي تقول لي علاه نضيع وقتي في فيديو هكذا نخدمه باطل، يقدر سيدي يرد لي ما يرد ليش. اوكي راح نكون معاك تقريبا انه كاين احتمال تاع 50% يرد لك 50% ما يرد لك. ما ننساوش باللي للاسف المنافسه راهي غير تقوى، ومن جهه انت راك رابح لانه كي تبوستي هادو لي فيديو اللي قاعد تخدمهم في السوشيال ميديا قاعد تكبر في البورتفوليو تاعك وتخلي الناس يشوفوا خدمتك اكثر واكثر، سواء رد لك ولا ما رد لكش. انت راك ربحت فيديو زايد مخدوم بيان في البورتفوليو تاعك اللي يقدر يجيب لك بوتنشال كلاينت مستقبلا. والا كنت انسان كسول وعاجز وما حبش يدير هاد الخطوات باه يخدم، نقدر نقول لك خويا هاد الدومين راه غير يصعب، ماهيش سهله تجيب لك كليون في 2024 سيرتو الا كنت في البدايه تاعك. والا ما راكش واجد تحط هاد الوقت والجهد هذا، تفضل خدم خدمه خاطئه ولا بدل الدومين خلاص. باه تفهموا الفريلانس ماهوش حاجه سهله، يعتبر كاي بيزنس حاليا ماشي سهله تميز في السوق وتدخل دراهم. دير في بالك بلا استراتيجي هذه رانا زدنا النسبه بزاف تاع يريبوندي علينا السيد اصلا، بلاصه ما بارطاجينا له البورتفوليو القديم تاعنا اللي لا علاقه اصلا بالستيل تاعو. وقاعد نهضر عن خبره لانه بزاف منكم يجيو الدي امز تاعي يحوسوا يخدموا معايا، بس كاينين هايري باي ذا واي. تجيني بزاف الفئات تاع خويا تستيني في الفيديو هذا وان شاء الله تشوف خدمتي. فوتي ديروا في بالكم باللي جينيرالمون الناس ما عندهاش بزاف وقت انه يتستيك ويضيع وقت معاك، دونك خصك انت اللي تصدم له وتعرف كيفاه تاتراكتيه. وبلا ما ننسى اهميه تعرف تكتب وتعرف تبريزونتي في الايميل. كما قلت لك كيف تحسين الايميل، عندك تقريبا 5 ثواني باه تاتيري سيد ولا لا. دونك اكتب في النوت وحدك ايميل مليح، سواء كانت لونغلي تاعك متوسطه ولا ضعيفه. هز الايميل اللي كتبته حطه في شات جي بي تي، غير قول له ميك ات باتر، حيعطيك ايميل اسطوري تبعته للسيد. وحاجه مهمه بزاف، فوكيسي انك تكون ديريكت. حنخلي لكم من تحت اللين تاع ايميل انا كاتبه بشات جي بي تي معاوني بيان سور. تقدروا تهزوا الايميل هذا وتموديفيه بالطريقه تاعك بالمعاونه تاع شات جي بي تي بيان سور لا حبيت. ودرك تبقى عليك اهم حاجه واللي هي التطبيق تاع هذو العفايس اللي هضرناهم اليوم. من اليوم بدا بعث لي زيميل وخدم لي فيديو القصار اللي هضرنا عليهم. نقدر ناكد لك باللي 99% كون طبق غير واش هضرنا اليوم راح تقدر تاتراكتي ديك ليون اللي تقدر تدخل في الشهر المينيموم $1000 منهم. هذا واش كان عندي اليوم. ما تنساوش تضربوا طلع على الانستغرام وين قاعدين نديروا كونتنت كبير، ولا في التليجرام ثاني شانل الجديده. هذا واش كان عندي اليوم.
تشاو.